تاجر الجمله وتاجر القطاعي، باختصار الهول سيل والريتيل. الرجاله الاثنين شغالين في المنظومه الخاصه بالتوزيع للمنتجات سواء للشركات او للمحلات. تبص تلاقي الريتيل والهول سيل الاثنين وهم شغالين، ساعات بتلاقي بتاع الريتيل اللي هو الراجل بتاع القطاعي بيتحول يبقى بتاع جمله، وساعات تبص تلاقي بتاع الجمله يتحول يبقى قطاعي، او ان هم يخشوا على شغل بعض ساعات ويفتحوا فروع هم ما كانوش متعودين عليها. وساعات تبص تلاقي الشركه الواحده كمان هي كمان بتنزل الجزء الخاص ان احنا تاجر الجمله بتاعنا وتاجر القطاعي بتاعنا تحت مسمياتنا احنا، يعني احنا هنبيع منفذ بيع للجمله ومنفذ بيع للقطاعي في نفس الشركه الواحده. هتقولي التداخل ده بيحصل ليه؟ هقول لك لان في بعض المميزات والعيوب اللي بيتمتع بيها تاجر الجمله وتاجر القطاعي. تاجر الجمله مكسبه في القطعه بيبقى اقل من تاجر القطاعي، ولكن حجم التداول بتاعه الفوليوم بتاعه بيكون اعلى من تاجر القطاعي. الراجل اللي بيبيع بالجمله بيستخدم حاجه اسمها الايكونوميز اوف سكيل، اقتصاديات الحجم. يعني ايه اقتصاديات الحجم؟ يعني كلما زادت الحجم بتاعه كلما نقصت التكلفه، التكلفه بتاعته بتقل، وبالتالي هامش ربحه من القطعه الواحده بيكون اعلى. اديك مثال، مثلا لو حضرتك عايز تعمل النهارده تورتايه، هل حضرتك بتكلف التورتايه زي محل الحلويات؟ لا يمكن. انت لو جيت عملت تورتايه في البيت احتفالا بعيد ميلاد ابنك على سبيل المثال، هتبص تلاقي نفسك بتعملها النهارده مكلفها 300 400 جنيه، في حين ان انت لو ممكن رحت اشتريتها من محل متوسط هتلاقيها مثلا عامله 300 جنيه 250 جنيه 200 جنيه. طب ازاي يا عم الحاج؟ لان انت بتجيب الحاجه كلها قطاعي فسعرها بالنسبه لك غالي. تاجر القطاعي بيكسب ازاي؟ بيكسب ان الهامش الربح بتاع القطعه الواحده بتاعته بيبقى زياده شويه، وفي نفس الوقت معدل الدوران بتاعه مقارنه بتاجر الجمله بيكون متوسط شويه. يعني هو شخص اوريدي معجب بالسكيل النطاق بتاعه، فالفرق ما بين الاثنين بيكون في نموذج التشغيل. عشان كده لو هتفهم اللعبه ما بين الاثنين هتبص تلاقي ان بعد فتره كل واحد عنده ثغرات مش عايز يتحملها، وفي نفس الوقت في نوع ربح هو موفر نفسه شويه من ان هو يفكر فيه، اللي هو ايه؟ انا نجحت كتاجر جمله، بعديها على طول بفكر ان انا افتح تاجر قطاعي وبكسب من القطاعين. لان خلي بالك تاجر القطاعي الداتابيز بتاعته قليله كده كده، لان الحجم للناس اللي بيخدمهم بيكون قليل. بس تاجر الجمله حجم الموزعين او الناس اللي بتاخد منه اللي هم الريتيلرز اكتر بكتير، فالداتابيز بتاعته بتكون اعلى. فلما بيجمع ما بين الاثنين يبقى هو كده تقريبا خد نص الديستريبيوشن شانلز اللي هي قنوات التوزيع لنفسه. فعشان كده بتبص تلاقي فيه تداخل ما بين الاثنين. تاجر الجمله بيتحول بعد فتره يبقى تاجر قطاعي، وتاجر القطاعي بعد فتره بيتحول يبقى تاجر جمله، او يحب ان هو يغير القطاع ويدخل في قطاع جديد. ده كده كان الفرق ما بين تاجر الجمله وتاجر القطاعي. وما تنساش ايكونوميست اوف سكيل، اقتصاديات الحجم، اللي بيفهمها